الحمد لله اتعلمنا هاي انكم سكيل وكمان وصلنا لمستوى كويس قوي فيها. يلا بقى نجيب كلاينتس ونعد فلوس. قبل ما نجيب الكلاينتس احنا محتاجين نعرف حاجة مهمة قوي، ايه اكتر الاخطاء والكوارث، وهنا كوارث بالمعنى الحرفي عشان دي كوارث فعلا بيقع فيها اي فريلانسر. ففي الفيديو ده هقولك على 3 كوارث انت بتقع فيها كفريلانسر في مشروبك الجميل. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وتعالى احكي لك قصة. انا بعد ما خلصت ثانوية عامة وجبت 64%، وانا كان حلمي ان انا ادخل كلية الطب ولكن لم اوفق فيها. بدأت ادور على اجابة لسؤال واحد بس، وهي ازاي انجح. فبدأت اتعلم اي حاجة تيجي قدامي، اي حاجة بمعنى اي حاجة. يعني اتعلمت ديجيتال ماركتنج، جرافيك ديزاين، فيديو اديتنج، برمجة، كل حاجة. ولكن كل ده كان بدون إجابة واضحة للسؤال، وهو إزاي أنجح. وفي أثناء رحلتي للتعلم والبحث عن الإجابة للسؤال خطرت على بالي فكرة عظيمة لم تخطر على بال أي حد قبل كده. وقلت لنفسي يا ده مكارس، وأنت مش اتعلمت أساسيات الفوتوشوب وهي التولز فقط؟ تعالى هنقدم على شغل كجرافيك ديزاينرز، وهنعمل الخطة الآتية بالظبط. احنا هنجيب تمبلتس ونحط التمبلتس دي في البورتفوليو بتاعنا، فالكلاينت ينبهر بالتمبلت. فلما يكلمنا كلاينت احنا هنجيب تمبلت نعدل عليه علشان ايه؟ ندير الكلاينت. انت فاهم؟ ملحوظه مهمه حابب اقولها ووجب التنويه. انا كان كل الهدف بتاعي ان انا الاقي نتيجه للتعب بتاعي فقط لا غير. ما كانش الهدف بتاعي ان انا اذي حد او اضر حد، ولا حتى اخد فلوس من غير تعب. المهم نرجع للقصه. بالفعل بدات عملت بورتفوليو بالطريقه اللي قلت لك عليها، ودخلت على موقع خمسات وانا كل طاقه وحماس، ويلا احنا هنكسر الدنيا، وانا بحلم ان الدولارات تنهال عليا من كل حته. وعملت بروفايل وظبطته، كتبت ديسكريبشن، وبص كل حاجه بيرفكت 100%. والحمد لله ربنا كلل تعبي ومجهودي اللي انا عملته بان الاكونت بتاعي على خمسات الحمد لله اترفض. وساعتها انا ما كنتش عارف هو اترفض ليه، ولكن قلت لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وكل الكلام الجميل ده طبعا وكل طاقة وحماس. يلا احنا هنعيد تاني. وبالفعل عدلت على الاكونت وبدات اظبط فيه شويه حاجات، والحمد لله المره دي اترفض تاني. وبعد 8 او 9 محاولات الاكونت اتقبل. ها بقى فين الفلوس؟ فين كلاينتس؟ فين اي حاجه؟ قعدت على الاكونت تقريبا من 4 ل 5 شهور على ما اتذكر، الكلام ده من 4 سنين. مجمل ارباحي على موقع خمسات $0 امريكي فقط لا غير. طيب السؤال هنا هو ليه حصل كده يا عم مكاريوس؟ انا هقول لك ليه حصل كده وليه ما قدرتش اجيب اي كلاينت خالص، سواء من خمسات او من بره خمسات، بسبب الثلاث كوارث دول. 3 كوارث دول هم فعلا كوارث، لان ساعتها ما كانش في حد يقول لي هو انا اعمل ايه، ما اعملش ايه، اتصرف ازاي، اكتب ايه، ازاي ارد على الكلاينت. اصلا ما كانش في اي حد يقول الكلام ده، انا كنت بجتهد فقط. فلذلك انا جاي اقول لك ال3 كوارث اللي انا وقعت فيهم عشان انت ما تعملهمش وتقدر تجيب كلاينتس بسهوله. اول كارثه، مفيش بورتفوليو واضح. البورتفوليو بتاعي ساعتها كان عباره عن لينك درايف انا برمي فيه اي ديزاين او اي حاجه انا عملتها قبل كده، حتى اسماء الديزاينات نفسها مش موضحه هو ايه الديزاين ده اصلا. فاي كلاينت كان ممكن يجي كان يعني هيحس ان هو بقره تايهه في بحر العلم وايه كل ده، مش هيفهم حاجه، وطبيعي هيتقفل منك ومن البورتفوليو بتاعك. طيب السؤال هنا ازاي انظم البورتفوليو بتاعي بشكل صح؟ تعالى هقولك ازاي تنظم البورتفوليو بتاعك بشكل بروفيشنال. لو ما عندكش الامكانيه ان انت تعمل ويب سايت، فانا هقولك ازاي تخلي البورتفوليو بتاعك شكله على الاقل بروفيشنال وحلو قوي ومريح بالنسبه للكلاينت. احنا هنعمل لينك درايف عادي جدا، وايا كان مجالك انت هتقسم المجال بتاعك ل 3 او 4 كاتيجوري. ما تكترش عن 4 عشان برضو ما يحسش ان هو تايه، خليك في 3 حلوين قوي، وهتدي كل فايل من ال3 اسم يعبر عن الحاجة اللي جواه. تمام حلو قوي. وهتبدأ تضيف افضل حاجة انت عملتها من وجهة نظرك ومن وجهة نظر الناس اللي حواليك، وتضيفها في البورتفوليو بتاعك. كده انت عملت ايه؟ لما هتيجي تبعت للكلاينت البورتفوليو بتاعك هو عارف هو رايح لايه. يعني مثلا لو انت فيديو اديتور وبتعمل نوعين من الفيديوهات، ان انت بتعمل ريلز وبتعمل يوتيوب فيديوز، فانا عايز ادخل على الريلز بتاعتك، عايز اشوف شغلك في الريلز. لو بعت لي لينك درايف زي اللي انا كنت عامله زمان ان هو فيه كل حاجه، انا هتقفل ومش هحس ان انا عايز اكمل ومش هقعد ادور. لكن لما تخليني اتوجه على طول انا عايز الريلز، فانا هروح للريلز، خلاص انت سهلت عليا
وريحتني وريحت لي عين. تاني حاجه مهمه قوي 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 في ان انت تبني بورتفوليو حلو، وهي ان انت تنظف البورتفوليو بتاعك دايما. خلي فيه يوم في الاسبوع هو ده يوم البورتفوليو، زي مثلا يوم الجمعه انا ده يوم تنظيف البورتفوليو. انا هدخل هشيل شغلي القديم، هضيف شغلي الجديد. طيب لاحظت حاجه، لا احنا محتاجين نعدل ده، محتاجين نعمل كذا. خلي فيه يوم في الاسبوع انت مخصص ان انت تنظف البورتفوليو بتاعك، وما تهملش النقطه دي عشان هي مهمه قوي. انت لو عملت الحاجتين دول فبقي عندك بورتفوليو بروفيشنال. تاني كارثه بقى، انا بعرض التولز مش بعرض النتيجه. من فتره قريبه رحت للدكتور اسنان صديقي وبدانا نتكلم عن السوشيال ميديا واهميه السوشيال ميديا، وكنت بقول له ان انت لازم تهتم بالسوشيال ميديا بتاعتك علشان دي اللي هتجيب لك كلاينتس فيما بعد. وفي نص كلامنا قال لي انت عرفت تبيع لي. قلت له لا انا مش ببيع لك، ولكن هي دي الحقيقه. انت لما تبدا تنزل كونتنت كويس الكلاينت هيشوفه، هيثق فيك في اول مره، هيعمل لك فولو، تاني مرة هيدخل يسألك في الدي ام، تالت مرة هيجي لك العيادة. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا وضحت له النتيجة اللي هيحصل عليها من ورا السوشيال ميديا والفيديوهات اللي انا والتيم بتاعي هنشتغل عليها. ما قلتلوش ان احنا هنعمل لك مونتاج احترافي ولا هنعمل لك ساوند ديزاين، ما حصلش. لا احنا هنا وضحنا له النتيجه، ايه اللي هتحصل عليه، ايه الاستفاده اللي وقع عليك. بالمناسبه في نص كلامي كنت بقول له انت ممكن بكره وبعده تبقى كونسلتر. انا عارف ان ممكن بكره وبعده ما يبقاش كونسلتر ولا حاجه، ولكن انا وضحت له اللي ممكن يحصل بكذا زاويه. فاللي نطلع بيه من القصه دي ان انت كفريلانسر عندك قاعدة أساسية وثابتة وعمرها ما هتتغير، وهي إن أنت تكلم الكلاينت عن النتيجة اللي هيحصل عليها مش التولز. الكلاينت عمره ما هيقتنع غير بالنتيجة اللي هتحققها له عن طريق الخدمة بتاعتك فقط. ثالث كارثة عملتها وهي عدم التفاعل. لما عملت الأكاونت بتاعي على خمسات أنا عملته وفقط، انا سبت الاكونت بتاعي، حتى ما كنتش مهتم ان انا افتح اشوف الكومبيتيتورز بتوعي وصلوا لفين، ايه المستوى بتاعهم، ايه اللي بيعدلوه في الديسكريبشن، ايه اللي بيعدلوه في كل حاجه، ازاي بيتفاعلوا مع الكلاينتس، ازاي بيشوفوا الغلطات بتاعتهم. حتى انا ما كنتش عايز اشوف غلطاتي انا، اوكي. حتى ما كنتش مهتم ان انا افتح جروبات الفيسبوك وانزل اللينك بتاع الخدمه بتاعتي على جروبات الفيسبوك او لينكد ان. فدي كانت كارثه. فاهم درس تستفيد منه هي الفرق. بالبلدي تقعد تفرق، افتح الاكونت بتاعك، شوف الكومبيتيتورز بتوعك، شوف الناس بتعمل ايه، شوف ايه عندك غلط وصلحه، اعمل سيرش هو ان الديسكريبشن بتاعي ده المفروض ايه يتعدل فيه، طيب الحاجه دي ليه مش ظابطه. افتح جروبات الفيسبوك واعرض خدماتك، ما تتكسفش، اعرض خدماتك على الناس، مفيش مشكله. المجال بتاعنا او الشغل عموما ما فيهوش كسوف، ده سوق، والسوق ما فيهوش مكان لاي شخص خجول. اعرض نفسك بشكل بروفيشنال وبشكل محترم على اي حد. الفرص موجودة ولكن محتاجة سعي. لو وصلت في الفيديو لحد هنا فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والاهم من كل ده ان انت تعمل سبسكرايب. ليه بقى؟ علشان الفيديو اللي جاي انا هقول لك كل الطرق اللي تؤدي للكلاينتس. اهم حاجة تركز في الثلاث كوارث دول، واهم حاجة ان انت تبدأ تنفذهم وتطبقهم. فعشان تستفيد اكتر الثلاث كوارث دول هتلاقيني شارحهم في فايل في الديسكريبشن، حمله وذاكره كويس وركز فيه كويس قوي علشان فيه امثله عمليه اكتر. وهي بس كده، سلام.